التوفيق اكيد هو غاب علينا. تعرف هارد لك اول شيء جمهورنا الوفي على الخساره، ما كنا نستحق انه الخساره علينا احنا كلاعبين. عندنا بعض الاخطاء انه اللاعبين انه نعطي قيمه للشعار، شعار قوة جوي لان نادي كبير. الخساره امام الزوراء اعتقد انه راح تعطي دافع معنا واللاعبين انه حقق لقب الدوري. لا زال الدوري طويل، عندنا المباريات، عندنا كل مباراه لازم ندخلها نهائي. يعني اي مباراه تعادل اعتقد انه جويه خارج. كلمه حلوه لانه البعض قال بعد اعتقد انتهت امال القوه الجويه بالمنافسه على لا بعد عندنا مباراه مؤجله. الفريق هو الشرطه، اي تعادل فوز احنا في المباراه المؤجله نصعد فوق يعني فوقهم. فلا زال الدوري طويل وعندنا قلت لك ثقه بلاعبيني، ونقول مبروك للزوراء هرد لك نادينا. مباراة عاطفية كانت لإبراهيم بايش، المباراة كانت أمام فريق السابق. أكيد هم الفريق إنه صاحبين الفضل علي، كان الزوراء كان قوة جوية. أنا أعطي يعني داخل المستطيل الأخضر أعطي يعني الفانينة اللي لابسه دائما. فنقول مبروك الزوراء وهارد لك القوة الجوية. اليوم كان راضي عليكم يعني بعد المباراة يعني لأنه اليوم أنتم أديتوا في المباراة. هي أكيد قلت لك أول توفيق غاب علينا، يعني حصلنا على فرص ما سجلنا، ما يمكن من الكرة ثابتة قولوا علينا. مبروك رسالة انه للجمهور انه ليسون يعني مثلا اللاعبين منتخب وطني، ما طول انه لاعبين المنتخب الوطني، وكان الميناء وكان الزوراء لعب ثاني للزوراء. فلساء يعني مو حلوة بحق. هي اكيد هو عليه. قلت لك هو يعني لساء ما يعني اتقبلها يعني كراحة بالصدر، بس يعني الاعلام انه منقولة اعتقد 26 كاميرا جايبين، ويعني العالم كله جاي. اعتقد يمكن بالعشر قنوات انه هو الخليجيه ناقله اللعبه. فلسا يعني مو حلوه بحق ابراهيم. حازه بنفسك لانه حتى من تحكي بحرقه اليوم. هي اكيد لا قلت لك يعني هو الزوراء قلت لك فريق انه لعبت له وحققت له لقب الدوري وكاس السوبر. فلسا معيبه يعني مو لي بس يعني مو لي لاعبين يعني منتخب وطني، وانه يمثل لاعب منتخب وطني كان الميناء وكان الزوراء. فخلي الدوري انه يرتقي بصوره حلوه. نقول مبروك نوارس هارد لك القوه.